مزعجين قوي البياعين دول. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الحب، صباح كل حاجة حلوة. بس أنا فرحانة النهاردة قوي يعني. أنا قلت أطلع أشارككم الفيديو دوت، نقعدوا ندردشوا مع بعض شوية، مش كله بقى عمايل وهدة حيل. مع إن لسه هنبتدوا إن شاء الله في الأيام اللي جاية تنفيضات قبل الشتاء. فخليكم معايا لاخر الفيديو، هتسمعوا اخبار جميله النهارده. يعني انا فرحانه من امبارح قوي. ربنا يفرحها اللي كانت سبب، ربنا يفرح قلبها كده اللي كانت السبب في فرحتي دي. ربنا يسعدها يا رب ويسعد قلبها ويسعدكم كلكم زي ما بتفرحوني بكلامكم الجميل وبتسعدوني بدعواتكم، وانا عارفه بتتمنوا لي كل حاجه حلوه، ولما هتسمعوا الفيديو ده هتفرحوا لي قوي. فخليكم معايا لاخر الفيديو، ويا ريت ما تنسونيش باللايك واشتراك حلو منكم كده ودعوه جميله بتفرحني. وتعالوا نشوف النهارده ايه اللي مفرحني بالطريقه دي. طبعا انتوا عارفين ان من 6 سنين قايله لكم انا يعني مبتدئه في المجال ده بقالي 6 سنين، مفيش حاجه فرحتني. يعني على طول من جوايا مقهوره، وفي حاجه مزعلاني حتى لو في حاجه فرحتني كده ولا كده، غير طبعا الظروف اللي انا بمر بيها وكده. فعلى طول مقهوره والله العظيم. بس الحمد لله بحمد ربنا طبعا على كل حال وعلى كل ظروف اللي ربنا كاتبهولي، بحمد ربنا عليه. فاول مره حاجه تفرحني من 6 سنين في المجال دوت، في مجال السوشيال ميديا، واول مره يدخل لي مبلغ. يعني ما كنتش متخيله والله، ما كنتش متوقعه منها حاجه زي كده، ومن البني ادمه دي بالذات، لان هي معايا بقالها سنه. اكيد انتوا كلكم عارفينها، وكلكم كنتوا بتقولوا لما كنت بذكرها في الفيديوهات بتاعتي، وحتى اللي مني اللي من عيلتي كانوا يسالوا والدتي يقولوا مين عبوره دي، مين اللي خدوجه دايما عماله بتدعي لها وعلى طول ذكرها في الفيديوهات بتاعتها. مين حتى يعني كانت ماما ساعات تقول لي اشمعنى عبوره اللي عماله بتقولي، اقول لها يا جماعه والله يعني انا مش عارفه، في يعني زي الام كده لما بيكون عندها ما شاء الله اولاد كتير، بس ساعات بيبقى في عيل منهم كده في معزه خاصه كده وحب زياده شويه. فهي انتوا كلكم حاسه ان انتوا حبايبي واولادي وعيلتي، بس بيبقى في شخص كده ليه مش عارفه، مع ان انا عمري ما شفتها وما اعرفهاش، ما اعرفش سنها، ما اعرفش اي حاجه غير بس امبارح ما كنتش اعرف ان هي بنوته بالجمال ده. الله اكبر عليها، ربنا يحميها ويحفظها ويسعدها يا رب. ويجبر بخاطرها جبر يتعجب له اهل السماوات والارض زي ما هي جبرت بخاطري. فهقول لكم ايه اللي حصل. طبعا انا من مده هي يعني مشغوله عامله صفحه على في حته تانية بدون ذكر اسماء، فمشغوله فيها وكده. فاللي بيدخل في المنصه دي خلاص بينسى اي حاجه تانية. فدايما تكتب لي على الخاص معلش يا خدوك انا مقصره في حقك، انا مش عارفه ايه. اقول لها لا يا قلبي، انت ياما فرحتيني بكلامك الجميل وبتعليقاتك الجميله. كانت الوحيده يعني اللي معايا من اول ما فتحت القناه دي، وهي بتكتب لي كلام. يعني كل فيديو تدخل لي تكتب بالست سبع تعليقات زي احلام وندى ومشروع. ربنا يسعدكم كلكم، ماما سعاد ونسمه وكلكم، ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني بكلامكم الجميل. فهي معايا اقدم واحده معايا من ساعه ما فتحت القناه يوميات خدوجه دي، وهي مسانداني وتقول لي كلام جميل وتدعي لي وتخاف عليا اكنها من اللي مني. يعني مره احلام بتقول لي اول ما دخلت لي جديد، بتقول لي اشمعنى عبوره اللي بتذكريها وانا ما جبتيش سيرش ولا مره. قلت لها حقك عليا، بس انتوا كلكم حبايبي وكلكم بحبكم، ربنا عالم. وربنا عالم انا بحزن قد ايه لما بيعدي فيديو كده ما بلاقيش حد فيكم معلق لي ولا مفتكرني بكلمه كده ولا كده، بزعل جدا. فقلت لها حقك عليا، بس عبوره معايا من اول القناه، ودي انا حاساها مش واحده كده من المشاهدين ولا من الداعمين، لا انا حاساها ان هي واحده من دمي. فسبحان الله، وربنا جعل الحب في قلوبنا كده رباني. فهي حتى بتقول لي يا خدوجه انا اول مره احس بالحنان من ناحيه شخص زي ما حسيته منك. تقول لي انت حاسه انك ام عطوفه وحنونه، وتقعد تقول لي كلام جميل كده، كلامها جميل شبهها. ربنا يسعدها يا رب. ف يعني امبارح لقيتها بعتلي بتقول لي، قالت لي يا خدوجه افتحي لايف عشان انا عايزه ابعت لك هديه. قلت لها حقك عليا، انا ما بفتحش لايفات، جوزي منعني من اللايفات بتاعتي. انا كنت قايله لكم على الموضوع ده قبل كده.
مع ان دي الحاجه الوحيده اللي انا دخل لي منها دخل، بس ما شفتهوش طبعا. بس جوزي قفل الباب ده بالضبه والمفتاح، وما حاولتش ان انا ارجع له تاني عشان مش عايزه ازعله. رغم ان انا الموضوع ده انا قهرني جدا وزعلني جدا، لان ابتديت كنت هيدخل لي دخل حلو قوي من اللايفات دي. ف فهي يعني قالت لي عايزه عيني تفرحني باي حاجه. قلت لها حاجه عليا، انا مش بفتح اللايفات في الناحيه التانية دي، فما مش هقدر. قالت لي طب انا عايزه ابعت لك عن طريق البنك ولا عايزه. قلت لها والله ما تكلفي نفسك، انا انت هديتي، انت هديتي الجميله اللي عمري ما هعوضها، ولا يعني ربنا يسعدها زي ما بتسعدني بكلامها الجميل. قلت لها كفايه ان انت بتخافي عليا اكنك واحده من دمي. كانت دايما تقول لي امانه عليك يا خدوجه، اقراي سوره البقره وحطيها على الميه، وهي كلامها سعودي، حطيها على الميه وبالصدر وارقي نفسك واغسلي نفسك ومش عارفه ايه. كانت حبيبه قلبي كانت على طول خايفه عليا كانها فعلا من دمي. فربنا يسعدك يا عبوره ويسعد قلبك يا رب. بالله عليكم اللي يحبني ادعوا لعبوره، ادعي لها ربنا يسعدها ويرزقها باللي يفرح قلبها زي ما هي فرحت قلبي. انا والله انا مش فرحانه بالمبلغ. هي بص بعتت لي مبلغ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يسعدها ويرزقها من نعيم الله ويرزقها باللي يفرح قلبها يا رب بحاجه النبي. انا مش فرحانه بفلوس ولا فرحانه بحاجه زي كده، انا فرحانه بحبها ليا وبتقديرها ليا، وان هي عايزه تسعدني باي طريقه، عايزه تفرحني باي طريقه. يعني دي اكتر حاجه مفرحاني فعلا. حب الناس ده كنز والله العظيم لا يقدر بتمن ابدا. ما تلاقي شخص كده غريب منك، انت من بلد وهو من بلد تانية خالص، وتحس ان هو خايف عليكي وعايز يفرحك باي حاجه، عايز يسعدك ومش عارف يعمل لك ايه. فربنا يسعدك ويسعدكم كلكم يا رب ويرزقكم باللي يفرح قلوبكم كلكم. فطبعا يعني اللي عملته معايا ساعدني ان $10 اللي هم دول بيبقوا مشكلة كل واحدة لسه عاملة القناة جديد. طبعا مش عاملاها جديد، انا بقالي سنة. يعني اليوتيوب بعت لي بالتورتايه كده قال لي تهانينا عدى عليكي سنة وكده، فخليكي مستمرة. ادينا مستمرين اهو، ما نشوفوا ربنا كاتب لنا ايه. فطبعا مشكله اللي فاتحين القنوات عارفين الكلام اللي انا بقوله ده حلو قوي، اللي بره المجال ده مش عارفين حاجه خالص. وحته ان مثلا الفيديو تعمليه تقعدي فيه 8 7 ساعات بتمنتجي وتصوري وتقصي وتلزقي، وحرق اعصاب وحرق دم من كل واحد شويه. ده يحرق دمك، دي تحرق دمك بكلمه، لا ودي يحرق دمك بكلمه، وحرق دم من كله. وفي الاخر ايه يدخلك منه 4 سنت 6 سنت. اقسم بالله زي ما بقول لكم انا فيديوهات ساعات بتدخل لي 2 سنت. عارفين السنت اللي هو ايه؟ الساغ بتاع الدولار. فتخيلوا بقى عشان اكون $10 عشان ابتدي اكون $100 اللي هو المفروض بقى، او اما اكمل $100 دول اقبضهم. يا رب كده يكرمنا كلنا اجمعين، ويكرم صحابات القنوات كلهم، يكبر بخاطرهم كلهم على قد تعبهم. لان انا عارفه اللي عامل قناه بيتعب فيها قد ايه، واللي عامل كمان مجال الطبخ ولا الروتينات ولا حاجات دي فمتعبه جدا جدا جدا. متعبه جسديا وذهنيا ومتعبه في كل حاجه. فانت لما تعملي وترفعي فيديو وتلاقيه جايب لك 6 سنت، يوم ما فيديو يتمعظم ويبصوا كان فيديو جايب مشاهده 3000 جنيه جايب 45 سنت. سلام، بقيت فرحانه جدا 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 45 ساغ فاللي عملته معايا عبوره اثرت عليا مشوار طويل قوي. كنت ممكن اعايز 200 فيديو كده ولا حاجه عشان اعمل المبلغ اللي هي بعتتهولي. اثرت عليا ايام طويله. وان انا طبعا كده انا اتخطيت $10 الحمد لله. ربنا يسعدك يا عبوره ويرزقك باللي يفرح قلبك يا رب. الحمد لله هي ساعدتني. ونسمة انا مش هنسى برضو نسمة حبيبة قلبي اللي في امريكا. قبل كده بعتت لي على اللي هي التشكرات اللي هي بيبقى فيه تحت الفيديو كده، اللي هي العلامات اللايك والديسك لايك والعلامات التانية بقى فيها اللي هي التشكرات.
فعبوره ونسمه بعتولي عليهم، يعني ربنا يكرمها نسمه برضو ويسعد قلبها ويخلي لها عيالها وجوزها، بعتت لي قبل كده على تشكرات، ساعدتني بصراحه في حاجه زي كده. وعبوره حبيبه قلبي قالت لي انا ابعت لك على البنك ولا ابعت لك ايه، انا نفسي ابعت لك هديه. فطبعا كنت بسمع اللي هو بتتبعت له هديه من السعوديه ويفتحوها، فانا قلت لها لا والله ما تكلفي نفسك، ملوش لازمه. فهي راحت منها لنفسها، راحت دخلت على تشكرات دي وراحت بعتالي مش على فيديو واحد، دخلت لي على كذا فيديو وبعتت لي كذا مبلغ. يعني الله اكبر عليك يا عبوره، وربنا يحميكي ويحفظك لشبابك ويخليكي لامك وابوكي، ولو هم عايشين ربنا يخليهم لك ويحفظهم ويخلي لك اختك دايما. هي كانت لما بتدخلي على فيديو بقى فيه طحن وفيه شغل جامد تقول لي يا خدوجه انت خليتيني مسكت اوضه اختي اكلتها اكل ونضفتها وخليتها زي الفل. لسه بعتلي بتقول لي انا بكتسب منك العطف والحنان، وبشوفك بتعملي ايه مع اهل جوزك، وبشوفك بتساعدي الاخرين، وانا بحاول ابقى زيك، انت قدوتي يا خدوجه حبيبه قلبي، انت والله الحنيه كلها. من غير اللي عملته معايا انا بحبها لله في اللي انا بقول لكم، هي بقالها معايا سنه، ما كنتش اتوقع منها ابدا اللي هي عملته دوت، ومش مش مستنيه منها حاجه. انا يوم من كام شهر قالت لي يا خدوجه انا تعبانه وادعي لي، وبطلت تحط لي تعليقات وكده. اقسم بالله والله العظيم ثلاثه وحياه عيالي انا دمعتي دي ما بقت تنشف. كل اللي اتصل بيا في ايه مالك، اقول لهم عبوره في حاجه، عبوره مش بتكتب لي، وكانت قالت لي تعبانه اخر مره وحاسه ان فيها حاجه، والنبي ادعوا لها ربنا لو هي بخير ربنا يشفيها. دمعتي اقسم بالله دمعتي ما نشفت. لما حسيت ان هي فيها حاجه وقعدت فتره كبيره، حتى انا بقيت ارجع مش عارفه اوصل لها ازاي، كانتش لسه بتدخلي على الخاص ولا بكلمها على الخاص، ما كنتش عارفه اوصل لها منين، مش عارفه اطمن عليها منين. بقيت اقول يا رب اشوف منها كلمه واحده بس اطمن ان هي بخير يا رب. فبقيت ارجع لها على التعليقات اللي بقت كانت تكتبها لي واكتب لها عليها، اقول لها كده اهون عليكي يا عبوره تعملي فيا كده، طمنيني ولو بكلمه، لو انت بخير طمنيني. لما بتحبي شخص بتخافي عليه، لما بتحبيه من قلبك مفيش مصالح ما بينكو ولا كده، فدي حاجة كبيرة جدا وحاجة لا تقدر بفلوس ولا الكلام ده. بس انا يعني انا فرحانة لان هي يعني عايزه تفرحني باي حاجه، فرحتني بحاجه زي كده. وانا قلت لها انا عمر حد ما يعني ما بعت لي مبلغ زي كده، ربنا يسعدها ويرزقها من نعيم الدنيا والاخره يا رب كده، ويرزقها بالزوج الصالح ويرزقها باللي يفرح قلبها ويساعدكم كلكم. يعني ارجو ان انا ما اكونش رغيت كتير وانفعلت، معلش انا لما بفرح شويه بنفعل، ولما بزعل بنفعل برضو، انا شخصيتي كده، انا واحده منفعله. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يسعدك. طبعا انا مش هقدر اخد المبلغ ده مش هقدر اقبضه ولا هقدر اجي جنبه غير لما لازم اكمل $100 الاول. ادعوا لي كده. طبعا اللي بيدخل فيديو بيتكتب لي متوسط مده المشاهده دقيقه. تخيلوا انتوا اللي كل فيديو عليه مشاهدات، ده لكل 1000 مشاهدة 9 سنت، ده اللي بيكملوا الفيديو. فانا بيجيلي المشاهدات في ممكن 1000 ونص ولا 1000، ده لما فيديو اترفع شوية في المشاهدات ابص الاقي متوسط مدة المشاهدة دقيقة او دقيقة ونص. ابص الاقي في الاحصائيات ان هو جايب 4 سنت. طب فين المشاهدات؟ كم المشاهدات ال1000 ونص دول ايه؟ بيدخلوا ويطلعوا. فيا ريت يا جماعه لو مثلا بتحبوا لي الخير خليكم معايا لاخر الفيديو، وشيروا القناه ولا شيروا المحتوى بتاعي لاصحابكم لجيرانكم لحبايبكم عشان اكبر بيكم. طبعا انا بقالي سنه الاشتراكات زي ما هي مش بتزيد، بس الحمد لله والله. انا بصوا الموضوع ده انا شلته من دماغي. يعني يعني حسيت ان انا ايه لو بديله اهميه اكتر من اللزوم انا هيجرى لي حاجه. فزي ما والدتي قالت لي اعملي الفيديوهات وحطيها كتسالي،
قلت لها ما فعلا انا اللي هو ده اللي انا بعمله دلوقتي، عشان نفسيتي ما تتعبش، ان انا فعلا الايام اللي فاتت كان نفسيتي تعبانه جدا، بالذات بعد العمليه اللي عملتها، ولقيت المشاهدات واقعه وكل حاجه واقعه في القناه. انا قعدت بتاع 15 يوم ما نزلتش حاجه خالص، وكنت ناويه خلاص حاسبها، فكل حاجه هبطت في القناه، كل حاجه وقعت. فلما رجعت تاني ما قدرتش بصراحه على على بعضكم، ما قدرتش ان انا ما اصورش وما اعملش الحاجات اللي انا بقت حاجه في دمي خلاص، بقت حاجه بتجري في عروقي، ما اقدرش ان انا اقعد شويه من غير ما اصور ولا اعمل اللي انا بعمله ده. فحسيت ان انا ناقصاني حاجه كبيره قوي. فراحت وكنت خلاص اقسم بالله كنت حاسبها، كانت نفسيتي متدمره وتعبانه ومش لاقيه يعني انا كنت في عز عيايا وفي عز تعبي وصوتي وعياطي من تعبي، وكنت بعمل معاكم وبشيل الدنيا وبهدها وبديكوا طاقه ان انتوا تقوموا تنشطوا. كنت بفرح بالكلام اللي كانت تدخل تقول لي ده انت خليتيني قمت نص الليل مسكت الدنيا اكلتها اكل، وخليتيني عملت مش عارفه ايه، وحتى اللي مني يقول لي انت علمتينا حاجات كتير في النظافه احنا كناش عندنا درايه بيها، وبتنشطينا لما نكونوا كاسلين على حاجه نقوم ندخلوا على اي فيديو من بتوعك كده، بص الطاقه اشتغلت نقوم ونخلصوا اللي ورانا. فالكلام ده كان بيفرحني، بس انا ما كنتش لاقيه تعبي ده، فكنت محبطة جدا لحد اقسم بالله والله العظيم 3، والشدة اللي انا فيها لحد اول امبارح وانا عمالة بصلي اقول يا رب انا تعبت، يا رب اي حاجة تفرحني، يا رب اي حاجة ترفع من معنويتي شوية، احس ان القناة بتتحرك شوية، اي حاجة تفرحني اقسم بالله كمان مرة. فبصيت لقيت موضوع عبورة ده راح بعتالي وفرحتني باللي عملته. وطبعا بقى فرحة كبيرة، مش على الفلوس، يعني لما حد بيقدر تعبك ويحبك وعايز ان يساعدك بأي حاجة، هي دي فرحتي الكبيرة اقسم بالله. فربنا يسعدك يا عبورة وما تحرمش منك ابدا، ربنا يحفظك ويحميكي يا رب ويسعد قلبك ويحفظكم كلكم، ويخلي لكم اولادكم، خلي يا ام ندى وام مشروق ويا ماما سعاد ونسمة واختي اميرة، ربنا يا رب يسعدكم كلكم. ارجو ان انا ما كنتش نسيت حد، ما تزعلوش مني لو نسيت حد كده ولا كده. حنان آه معلش انا يعني ما برضاش اكتر الاوقات اذكر اسامي، عشان لو نسيت حد كده ولا كده من حبايبي القدام اللي معايا محدش يزعل، ومحدش ما يقوليش انت ما ذكرتيش اسمي ليه ولا كده، حقكم عليا. فكلكم حبايبي وكلكم بحبكم اقسم بالله، حتى لو ما شفتش منكم حاجه خالص، احنا بقينا خلاص عشره مع بعض، بقالنا قد ايه مع بعضينا. ربنا يسعدكم، وتنسوش اللايك لو وصلتوا معايا لحد هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.